ومرحبا فيكم في قناة سوالف الليل. اللي بنحكي لكم اليوم قصة مأخوذة من أحداث حقيقية صادمة من قلب أرشيف الجرائم البوليسية في الخليج. طبعا غيرنا الأسماء وبعض التفاصيل الحساسة عشان نحفظ خصوصية الناس، وإذا صار أي تشابه مع أشخاص أو أحداث تعرفونها فترى هذه مجرد صدفة بحتة. الآن افتحوا الملف وخلونا نبدأ. في الخبر أواخر التسعينات ما كان أحد يتخيل أن رجال بهالهيبة وبهالعمر وبهالمكانة راح تكون نهايته بهالطريقة. أبو راشد كان عسكري متقاعد والناس تعرفه قبل لا تشوفه. رجل خدم سنين طويلة وطلع من خدمته بسمعة نظيفة وهيبة وكلمة مسموعة. بعد التقاعد اختار يبتعد عن دوشة الناس ويسكن في مزرعته على أطراف المدينة. كان المكان هادي، فيه نخل ومجلس كبير وصمت يكبر يوم بعد يوم. ومن بعد وفاة زوجته ما عاد البيت بيت، كل شيء موجود لكن الروح اختفت. كان عنده ولد وحيد لكن شغله كان بعيد عنه، وصار أكثر شخص ملازم له هو سواقه سعد. وسعد ما كان مجرد سواق، هذا واحد عاش معاه 18 سنة. دخل بيته، عرف أسراره وفهم طباعه، وصار عند أبو راشد واحد من أهل الدار. وهنا كانت بداية المصيبة. في البداية كان سعد نعم الرجل، يوصل، يتابع العمال، يرتب أمور البيت، ويوقف مع أبو راشد في كل صغيرة وكبيرة. لكن مع الوقت بدأ شيء يتغير داخله. صار يشوف مزرعة أبو راشد وأمواله وحياته مو على أنها رزق رجل تعب في عمره، بل على أنها فرصة. وفي حياة سعد كانت في حرمة اسمها نورة، مو أخته ولا زوجته ولا مجرد معرفة عابرة، كانت شريكته. حرمة هادية وذكية، تعرف متى تسكت ومتى تتكلم ومتى تدخل ومتى تختفي. وأخطر شيء فيها إنها ما كانت تهاجم مباشرة، كانت تتسلل. في يوم من الأيام كان أبو راشد جالس في مجلسه وقال لسعد كلام عابر، لكن سعد فهم منه كل شيء. قال له البيت من عقب أم راشد ما عاد هو البيت، الأكل موجود لكن ما فيه نفس. كانت جملة واحدة لكنها عند سعد كانت إعلان بداية الخطة. بعد فترة قال له يا عم، عندي قريبة محتاجة شغل، محترمة وتعرف بالطبخ والترتيب وما لها أحد. أبو راشد رفض أول مرة، وهذا طبيعي، رجال مثله مو سهل يدخل أي أحد بيته. وشوي شوي رجع سعد يفتح الموضوع، إلى أن وافق أبو راشد إنها تجي بالنهار فقط، تطبخ وترتب وتمشي. ودخلت نور البيت، ومن أول يوم كانت تعرف وش تسوي بالضبط. ما تكثر كلام، ما ترفع عينها، تتكلم بأدب وتتحرك بهدوء، وكأنها مو جاية تشتغل فقط، كأنها جاية تدرس المكان. ومع الأيام بدأ البيت يتغير، رجعت ريحة القهوة، ورجع الأكل له طعم، ورجع الترتيب، ورجعت مع هذه التفاصيل راحة كان أبو راشد فاقدها من سنين. لكن نورة ما كسبت ثقته بالخدمة فقط، كسبتها بالفراغ اللي داخله. كانت تسمعها وتخفف عنه، وتعرف متى تقول الكلمة اللي تلمس أضعف مكان فيه. وحدة، بعدها اهتمام، بعدها راحة، وبعدها صار وجودها جزء من يومه. وإذا غابت حس إن البيت ناقص. وفي الجهة الثانية كان سعد يراقب كل شيء. كان يعرف إن أبو راشد ما يخاف من المرض ولا من الموت، كان يخاف من شيء ثاني: الكلام، الفضيحة، نظرة الناس، وصورته قدام ولده. وهنا عرفوا من وين يدخلون عليه. في ليلة من الليالي كان أبو راشد متعب، وأخذ دواء يهدي الجسم ويخفف التركيز. وفي وقت متأخر وصلها أن نورة متضايقة في الملحق. قام بنفسه يطمن، ولما وصل سمع بكائها. فتح الباب نصف فتحه، وفي هاللحظة انصنعت المصيبة. ما كان في شيء واضح وما كان في دليل صريح، لكن كان في موقف يكفي عشان يتحول إلى فضيحة إذا حكى بالطريقة اللي يبونها. وبعد ثواني دخل سعد، وقف وسكت، وبان على وجهه شيء بين الصدمة والخذلان. وأبو راشد في ذيك اللحظة فهم إن اللي صار مو أخطر شيء، الأخطر هو اللي ممكن ينقال. في اليوم الثاني ما صار تهديد مباشر، وهذا اللي خلاهم أخطر. جلس سعد قدامه وقال بصوت مكسور: أنا ما أبي أظلمك يا عم، لكن البنت بوجهي وسمعتها برقبتك. هنا بدأ سقوط أبو راشد. حاول يسكر الموضوع بالمال،
لكنهم رفضوا، مو لأنهم شرفاء، لكن لأنهم يبون أكثر. وبعد أيام من الضغط والسكوت والتلميحات انطرح الحل: زواج هادي يستر الموضوع ويقفل باب الكلام. وكان وقتها خايف ومرهق ومكسور من الداخل، فوافق. ومن هنا بدأ الجزء الحقيقي من الجريمة. في البداية ما طلبوا كثير، مصاريف بسيطة، ذهب، سيارة، مساعدة وتحويلات صغيرة. لكن الطمع إذا دخل ما يعرف يوقف، وصار سعد يدخل في الحسابات والأوراق والتوقيعات. وصارت نورة تضغط من جهة ثانية، تلمح له إنه تغير، وإنه ما عاد مثل أول، وإن الرجل إذا استسلم لعمره ينهار بسرعة. ومن هنا بدأ يستعمل أدوية ومنشطات هو أصلاً ما كان لازم يكثر منها. وبالخصوص مع وضع الصحي، ما قتلوه بطريقة صاخبة، قتلوه بالبطء، بالضغط وبالاستنزاف، وباللعب على أضعف نقطة فيه. مرت الشهور وأبو راشد يضعف مالياً ونفسياً وصحياً، لكن قبل النهاية بدأ يشك. لاحظ فلوس خرجت من يده، وأوراق ما عاد يتذكرها، وتصرفات ما كانت مريحة له. والأول مرة بدأ يلمح أنه ناوي يراجع أموره ويكلم ولده. وهنا عرفوا أن الوقت ضاق. وفي ليلة هادية دخل أبو راشد غرفته وما طلع في الصباح. الغريب أن التبليغ عن وفاته تأخر ساعات. قالوا أنه كان نايم، لكن خلال هذه الساعات كانوا يحاولون يعرفون وش ترك وش عرف، وهل في شيء يفضحهم. بعدها فقط طلع الخبر: أبو راشد مات. في البداية الكل صدق، رجل كبير في السن وصحته تعبانة والوفاة بدأ طبيعية. لكن اللي أسقطهم ما كان خطأ واحد كبير، كانت سلسلة أخطاء صغيرة: معاملة مالية بعد الوفاة، توقيع مشبوه، تناقض في التوقيت، وشك من موظف بنك. ومع التحقيق بدأ كل شيء يتفكك. التقارير الطبية كشفت أن الوفاة حصلت قبل الوقت اللي قالوه، والفحص أوضح استخدام خطير ومفرط لأدوية ما كان قلبه يستحملها. والتحقيق المالي كشف تحويلات واستفادة مباشرة تصب في مصلحتهم. ومع الضغط تخبطت أقوالهم، ثم ظهرت الحقيقة الأخطر: نورة ما كانت قريبة محتاجة للشغل، كانت بينها وبين سعد علاقة قديمة واتفاق وخطة. ودخولها البيت ما كان صدفة، بل كان بداية النهاية. وهنا انكشفت الصورة كاملة: رجل كبير ووحيد وعنده مال وسمعة، يخاف عليها. أدخلوا عليها امرأة بطريقة محترمة، بنوا الثقة، ثم صنعوا موقفا ملتبسا. حولوا الخوف إلى زواج، والزواج إلى استنزاف، والاستنزاف إلى موت بطيء. وفي النهاية ما كانت هذه مجرد جريمة مال، كانت جريمة ثقة. أبو راشد ما قتل المرض وحده، قتلتها وحدته، وكسرتها ثقته في شخص حسبه من أهل البيت. وسعد ما خان يوم ولا شهر، خان 18 سنة من العشرة. ونورة دخلت البيت من باب الهدوء، ثم صارت أخطر شخص فيه. وفي النهاية مو كل من قرب منك صار منك. وبعض الغدر ما يجي من عدو، يجي من شخص فتحنا له باب البيت وحسبناه من أهل الدار. هذه كانت سالفة الليلة، وباقي سوالف ثانية.